احنا مش هنحط معاه اي حاجه غير الملح، لان التوابل بتاعه الرز دي بيبقى عليها كل حاجه، بيبقى عليها فلفل وكمون وكل حاجه، ما بتحطيش اي حاجه غير شويه الملح بس. تظبطي بقى الحدق معاكي زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. بعد كده بقى بص الرز ده طلع مع حضراتكم لونه جميل جدا ازاي، ومفلفل وجميل. بص ما فيش حبايه ماسكه في حبايه. ودي شكل الرز معاكم اهو يا حبايبي. عملنا معاه بقى كده كفته زي ما قلت لكم. انا منزله لكم الوصفه ديت في القناه عندي. وعملنا بقى معايا سلطه كده كبيره زي سلطه المطاعم. يا رب بقى تتمنوا، بتمنى كده انكم تعملوا لي لايك وشير واشتراك في القناه، وبتمنى تجربوا الوصفه بتاعتي، تجربوا وصفاتي، ويا رب تعجبكم. وده بقى الشكل النهائي بعد ما خلصنا.